كتبدا القصة مع ديلون وهو ضابط في الشرطة الأمريكية. كان في واحد المهمة تابعين شي عصابة، وملي ناضت بين العصابة والبوليس ديلون غفلو واحد من العصابة وجرحو في كرشو وشوية ضرباتو الفيقة، وكان كيحلم بآخر مهمة عنده قبل ما ياخد الكونجي. وفي جنبو في الطونوبيل جالسة مراتو بيرنار، وحتى هي خدامة في الحراسات الخاصة في الجيش. السيد هو ومراتو شدو كونجي وشادين الطريق باش يضربوها بشي تخيمة في الغابة، وهربوا من صداع وفريع الراس. وهما شادين الطريق جات واحد البيكوب في جنبهم، وكان راكب فيها واحد بقى كيبسلو على مراتو، وحيت هما خارجين عطله ما خصهم صداع وما داوهاش فيه، وبقاو غاديين حتى وصلوا لواحد المطعم صغير. نزلوا باش يرتاحوا وياكلوا شي حاجه. ديلون مشى للحمام باش يبدل الفاصمه ديال الجرحه اللي في كرشو، وشويه كيدخل واحد خونا من الباب ديال المطعم، وصدق هو نفس الشخص اللي كان في البيكوب ملي كانوا جايين. وملي شاف بيرنار جالسه مشى عندها وعاود بسل عليها. وشويه جا ديلون وبان له السيد واقف له مع مراتو بغى ينوضها معاه، ولكن دخلات مولات المطعم وبردات الطرح، واللي الاسم ديالها ماما، وهاد القلده سميتو بوتس، وهما كاملين مكونين عصابه كيتاجروا في السلاح والبشر. وكمل من عقلك. والمهم كل حاجه غتفهموها في وقتها، غير تبعوا معايا وما تقلقوش. ملي سالاو الماكله خرجوا كملوا طريقهم باش يوصلوا للبلاصه فين ناويين يخيموا. والسيد هو ومراتو ناشطين وناويين يدوزوا عطله دايزها الكلام، ولكن شكون خلاهم من الليله الاولى بان النحس، وبدات الشتا كطيح، وعندهم الزهر كيهرس الحجر حيت قريب للخيمه ديالهم كانت واحد الدار قريبه، وقالوا يمشيو يتخباو فيها بيد ما توقف الشتا. وملي دخلوا لهاد الدار بداو كيدوروا فيها، والمراه بانت ليها واحد الباب مخبيه. ملي حلاتها تصدمات حيت لقات بزاف ديال السلاح والذخيره، وعيطات على ديلون باش تقولها ليه. والسيد غير شاف هادشي قال ليها ما خصناش نزيدو دقيقه هنا، وداروا باش يخرجوا من الباب كيلقاو القلده واقف قدامهم، وجبد مع ديلون بالظهر ديال الكالاش للفم غيبو. وملي كتفوهم بقى كيسولهم خونا القلده، وقال لهم شكون اللي صيفطكم لهنا. والراجل قال ليه بلي حنا غير كونجي هنا ما صيفطنا حتى واحد. وخونا القلده كيسمع واحد من الرجال ديالو كيعيط له، وملي خرج عنده قال له بلي السيد طلع ضابط في الشرطه. وقال له انت كيفاش عرفتيها؟ وقال له بلي لقاها مكتوبه في الكارطه اللي كانت في الصاك ديالو. موراها بوتش دخل معصب عندهم، وبلا ما يفكر خوا فيهم السلاح اللي كان عنده، وصافي ملي صفاها ليهم وامر الرجال ديالو باش يديهم يهزوهم يرميوهم في شي بلاصه بعيده. والرجال ديالو ملي وصلوا كانوا مأكدين باللي صافي ماتوا. وملي لاحوهم في واحد الخندق ديلون فعلا مات، وبرنار القرطاسه غير نبشاتها من راسها وبقات حيه، وهي فاقده الوعي بدات كتفكر التدريبات الشاقه اللي كانت كدوزها وهي في الجيش. وملي ضرباتها الفيقه لقات راسها مكتفه ومتكيه حدا راجلها. ملي فكات يديها ولقات راجلها ميت بدات كتبكي عليه، وعطاتو وعد باللي غادي تنتقم من هاد المجرمين. وفي الصباح ملي رجعت للبلاصه فين كانوا مخيمين لقاتهم داو كلشي، وحتى الطوموبيل ديالهم ما خلاوهاش، وعرات على كتافها باش تبدا الانتقام منهم واحد واحد. ملي مشات لهاديك الدار لقات غير راجل واحد فيهم، وشداتو من الخاتو مزيان وسالات معاه. بانوا ليها جوج في الغابه، طارت في البلاصه على واحد صفاتها ليه، والثاني خلاتو باش يديها فين كاين الباقي ديال العصابه. وملي كان الراجل الثاني ديال العصابات هارب لقى الزعيم بوتش في البيكوب ديالو وركب معاه، وبرنار سلسات وطلعت في الطوموبيل معاهم بلا ما يحسوا. وملي وصلوا للمقر ديال العصابه تخبات وبقات كتراقبهم من بعيد باش تشوف شحال بيهم وتعرف شنو كيديروا هنا. وملي نزل لي نار غفلات القلده وبقات مضاربه معاه، وحتى قدرات تصفيها ليه حتى هو. والنهار الثاني اكتشفت بلي عندهم بزاف ديال البنات شادينهم في هاد البلاصه، وهاد البنات كانوا كيستغليوهم كيف ما بغاو، وانت فاهم وانا فاهم. وبرنار قدرات توصل ليهم وبغات تهربهم، والرجال ديال ماما شافوهم وبداو كيتيريو عليهم بالقرطاس وصفاوها الوحده منهم. وبرنار في الاخير قدرات تهرب غير بنت وحده اللي كان سميتها ايميلي. وماما ملي عرفت باللي برنار قتلات بوتش اتصلت بالافراد ديال العصابه كاملين باش يتبعوا برنار وباش ما تقدرش تهرب منهم. ومن جهه وحده اخرى برنار وايميلي ملي هربوا كانوا جوج من الافراد ديال العصابه تابعينهم، وبرنار قدرت تغلب عليهم وصفاتها ليهم. وبالليل بقات كتصبر في ايميلي وكتوعدها باللي غادي تقدر تخرجها من هاد البلاصه. ولا غدا في الصباح غاديين وسط الغابه بانت ليهم واحد السياره بيضاء جايه في الاتجاه ديالهم، وبرنار جبدات عليها السلاح، وهذيك السيده قالت لهم باللي الشرطه عاد ارتاحوا. وملي كانوا راكبين معاها نعسوا في الطوموبيل حتى كيتفاجئوا باللي رجعوهم للمقر ديال العصابه. والبوليسيه طلعت غير مزوره وحتى هي فرد من العصابه، وداو بيرنار ربطوها وحبسوها. وايميلي خلاوها حيت كانوا عارفين باللي حامله من بوتش اللي مات. وايميلي النهار الثاني جابت الفطور للحارس اللي كان حاضي برنار، والحارس بغى يتعدى على ايميلي، وايميلي لقات واحد الجنويه ضرباتو بها جابتو في الارض، وموراها حيدات القيود لبرنار. وبرنار طلبات منها تخبى تحت شي حاجه تترجع، وغير خرجات برنار اللي شداتو كديه للروضه. وواحد اللحظه جات ماما وعرفات فين مخبيه
هي ايميلي وشداتها حطت ليها موس في عنقها ومشات عند برنار. وواحد من العصابه كان مخبي وهجم عليها من اللور. الشارفه اللي سميتها ماما قتلت ايميلي وهربت من البلاصه. وملي داز 3 شهور على هاد الشيء ماما مشات تعيش في بلاصه اخرى وبرنار قلبات عليها حتى لقاتها وصيفطات ليها ميساج في الساعه ديالها وقالت ليها جات الساعه ديال العقاب وقنصات عليها بقرطاسه في الجبهه خلاتها غارقه في دمها. وهكا برنار سالات مع العصابه كلها وخدات حق راجلها. وفيلمنا سالا هنا. وكيف العاده اللي عجبو الفيلم ما ينساش يدير جيم وكومونتير واللي مازال ما مشترك يشترك معنا وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي.